أهلا بيكم في فيديو جديد. مكملين مع بعض سلسلة تصميمات السوشيال ميديا. تصميم النهاردة معتمد على البساطة لأبعد ما يمكن. تصميم بسيط خالص وسهل جدا، تقريبا تنفيذه ممكن ما ياخدش 5 دقايق، يعني أقل كمان من 5 دقايق هنصمم مع بعض. تعالوا نشوف تصميم النهاردة هيكون عبارة عن ايه. ودلوقتي أنا فتحت موقع كانفا وهبدأ إني أختار المقاس اللي أنا عايزه. المقاس اللي أنا عايزه هيكون حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، أو يعني أي مقاس، مش شرط السوشيال ميديا بس خليني في السوشيال ميديا. بما إنه بوست دعائي أو تصميم دعائي فأنا هختار السوشيال ميديا، وهبدأ من هنا أختار الحاجة اللي أنا عايزها. المقاس يعني خليه 1080 في 1080، مفيش مشكلة، المقاس المربع. هبدأ دلوقتي بعد المقاس ما فتح معايا، هبدأ إن أنا أروح عند إيليمنت وهختار الشيب. أول حاجة الشيب عشان أعمل منظر كده أو خلفية يعني من ورا، أغير لونها. خلاص أنا يعني هحاول إن أنا أتكلم بسرعة لأن المفروض الخطوات دي عرفناها كذا مرة قبل كده. هختار شيب تاني وهجيبه هنا يعني كده كويس، وهبدأ أسحبه بالمنظر ده. ممكن لو عوزنا نغير شكله فيما بعد نغير. هروح اغير لونه، خليني مثلا في الدرجة يعني دي كويس. لو عوزنا نغير نبقى نغير. هعمل منه نسختين، نسخة هجيبها هنا كده يعني هنا كده، وهبدأ اخدها كروب شوية، وخدت واحدة الناحية التانية يعني خليته بالمنظر ده. هاخد نفس الشكل ده، هاخد منه دوبليكيت برضو وهجيبه هنا اصغره. انا عايزه بالشكل اللي قدامي بالمنظر ده كده، بس هكبر سنه لان ممكن يبقى ايه يعني في فاصل صغير هنا، انا عايز الحم الاتنين في بعض. هاخد واحده برضو من نفس الديزاين ده، انا ضاغط على الالت بدل ما اعمل دوبليكيت، يعني انا ضاغط على الالت وابدا انا هجيبها بالمنظر ده كده، وهجيبها هنا واعمل حركه تانية. هجيب الاليبس اللي هي الدايره وهجيبها، بس هديها نفس اللون بالظبط، هختاره من هنا نفس اللون وابدا اصغرها احطها هنا. اداني الشكل اللي قدامي. لو انا كبرت كده بس عشان اظبط شكلها، طبعا اعمل الشكل اللي يعجبك، ما ترتبطش بالشكل اللي انا بعمله، يعني مالكش دعوه بالشكل اللي انا بعمله، اختار اللي يعجبك. هاجي اروح عند التايب وهختار تكست وهقول له مثلا تخفيضات، وهبدأ إن أنا أغير لونها، مثلا اللون الأبيض كويس، ولكن أنا هنا بس محتاج إن أنا آخد الإليبس دول وأكبرهم شوية، ويفضل لو خليتها عريضة شوية لفوق. وبعدين هقول له مثلا اكتب لي جملة تانية، خليها مثلا تخفيضات العيد، أي حاجة بقى على حسب الحاجة اللي هتشتغل عليها. وهغير لونها خليها بالمنظر ده، وهاجي عند العيد وهمطها شويه، يعني هقف عليها، اخلي السهم هنا كده وهضغط شيفت وحرف الت من الكيبورد عشان يعمل لي المطه اللي في كلمه العيد دي. الخط الطويل ده بعمله من شيفت وحرف الت من الكيبورد. ممكن اجي هنا كده واكتب، اخد منها دوبليكيت من هنا كده، وهكتب هنا كده مثلا التوصيل مجاني كده كويس. طيب ايه هو بقى اللي انا عملته ده، او ايه الشكل اللي هو انا كاتب عليه تخفيضات العين ده؟ حط المنتج اللي انت عايزه، يعني انا عملت بس مجرد إيه يعني تصميم شكل كده معين. ممكن اجي عند إيليمنت واختار من اكتب هنا مثلا كرسي، عرض شركة مؤسسة للكراسي أو معرض كراسي، وهيبدأ إنه يعرض الكراسي بتاعته. أنا مثلا شايف إن الكرسي ده شكله كويس،
انا دخلت كتبت كرسي في إليمنت وكتبت فوتو، اخترت فوتو، اداني صور جاهزه لمنتجات. انت طبعا هتبقى مختار المنتج بتاعك. انا مثلا هختار الشكل ده كده، بس انا حاسس ان في مشكله معينه، هو اني محتاج اني اكبر المساحه دي شويه. فانا اسحب دي كده وهاخد الشكل ده وهصغره على قد الشكل بتاعي، وهجيب الجزئيه دي كده كده بقى الشكل يعني بيتهيألي ان هو مناسب شويه. طيب بما انه كرسي فطبيعي يكون تحتيه ظل. خلاص احنا عرفنا الظل هنجيبه ازاي، نكتب ظل هنا اوكي، وهنجيب من جرافيكس هنختار الظل اللي احنا محتاجينه. انا بستخدم مثلا الظل ده، ممكن يكون كويس، نجربه ونشوف. وهنجيبه تحت الكرسي. هو هنا لو لاحظت ان هو فوق الكرسي، لا انا هغير مكانه دلوقتي، هروح عند بوزيشن وهختار اللاير وهجيب الشادو وهسحبه تحت الكرسي بالمنظر ده. بقي الشادو معايا تحت الكرسي. لو حاسس ان هو زاهي قوي تقدر تقلل الاوباسيتي بتاعته من هنا، ولكن انا يعني هعمل حاجة تانية هجربها دلوقتي ونشوف. يعني انا حاسس ان هو مش تقيل قوي، لان طبيعي ان الجزئية اللي تحت الكرسي بتكون غامقة، ولكن ممكن بس لو قللت حاجة بسيطة خالص بالمنظر ده. طيب عايز اعمل تخفيضات العيد هنا، عايز اعمل جملة دعائية، انا هستخدم جملة مثلا 70%. لو كتبتها في إيليمنت هنا هيبدأ يجيب لي أشكال ليها. تقدر إنك تختار الشكل المناسب، لو حابب الشكل ده مفيش مشكلة. بس أنا شايف إنه مش لطيف قوي، فممكن مثلا 70% الشكل ده كويس، بس هصغره شوية. هعمل منه دوبليكيت تاني، نسخة تانية، وهنزله تحت اللاير الأصلية. إزاي؟ إن هو موجود أهو، هاخد اللاير اللي هي من فوق وهنزله تحت دي، وهاجي عنده وهمسك اللون الاحمر بتاعه وهخليه لون اسود، واللون الابيض برضه هخليه لون اسود. لاحظ معايا بقى شكله عامل بالمنظر ده كده. ممكن اكبره شويه من هنا وابدا ابص عليه بس كده شويه ظل كده. ممكن بس اغير اللون الاسود واخليه لون نبيتي كده مثلا ونجرب، والاسود ده اخليه لون نبيتي برضه، بس عايز يتغمق شويه. انا شايف ان هو معقول بس عايز يتغمق شوية، يعني حاسس انه كويس زي شادو او ظل، او يعني مدي منظر كويس. تمام. طيب التوصيل مجاني، ممكن بما انه توصيل مجاني انا هكتب هنا كده سيارة شحن. بما انه كرسي فمحتاج عربية او سيارة، فانا هكتب سيارة شحن، وهختار مثلا فوتو ونشوف الفوتو هتقدم لي ايه. حلوة الرسمة دي او الصورة دي. انا هجيبها وهكتب وهصغرها وهحطها في الجزئية اللي هنا، وابدأ اكبرها بالمنظر ده بحيث انها تاخد المكان ده كله، وهجيب الجزئية دي مع الكتابة وهطلعهم لفوق شوية. بالشكل ده يكون احنا خلصنا التصميم، ولكن في اخر حاجة اللي هي معلومات التواصل اللي العميل هيتواصل بيها مع الشركة او مع المكان اللي بيصنع الكرسي اللي عامل الاعلان. طيب ممكن انك تضيفه، يعني ممكن نسحب دي كده بالمنظر ده ونعمل خانة هنا كده من نفس اللون، وتكتب هنا كده، يعني هاخد طيب هنا وهكتب مثلا اي رقم بقى، رقم العميل او سوري رقم المكان اللي بيبيع الحاجة دي، او الشركة او المكان اللي بيصنع الحاجة دي. بالشكل ده تكون عملت تصميم بسيط وحلو وشكله مقبول جدا، وكمان بيطلب كتير، ناس كتير انا شخصيا اتطلب مني حاجات زي كده تتعمل بالطريقة دي. حاجة بسيطة وسيمبل لمجرد انها الزبون او العميل عينه تروح على حاجات معينة، اللي هي الكرسي
والكتابه او التايب مثلا عامل لك خصم 70%، او عامل لك الجمله الدعائيه اللي هو حابب يحطها. ما بيتكتبش سعر، ما بقاش في ناس ما بتكتبش اسعار على الديزاينات، فانا مش كاتبه هنا، ولكن انا شايف ان هو شكله كويس وشكله لطيف. حبيت اعمل معاكم تصميم بسيط كتنوع في الافكار مش اكتر. لو عجبك الفيديو، عندنا فيديوهات كتيرة بالقناة موجودة وفيها أفكار كتيرة جدا ومختلفة. السلسلة اللي أنا ماشي فيها هي سلسلة تصميمات السوشيال ميديا في كانفا، عشان الناس تتشجع وتتعلم بسرعة وتبدأ تتشجع للتصميم. مستني أشوف رأيكم في التعليقات، ومستني أشوف التصميمات بتاعتكم في الجروب على القناة. يعني في جروب خاص بالفيسبوك خاص بالقناة، هشوف إن شاء الله الناس اللي هتنزل الشغل بتاعها عليه، وده مهم جدا لازم تشتركوا فيه. وكمان الصفحة مهمة جدا، في حاجات كتيرة بتنزل عليها. هشوفكم بخير في الفيديو اللي جاي.